السلام عليكم. النهاردة هعلمكم أطعم وألذ صينية فراخ بالبطاطس بشكل سهل وجميل خالص. حضرت معايا صينية بقى فيها معلقة من السمنة البلدي ومعلقتين من الزيت، سخنتهم على نار عالية خالص، وهشوح فيهم بقى الفرخة بتاعتي بعد ما غسلتها كويس ونقعتها في محلول النقع ساعتين. هبدأ أشوح الفراخ بتاعتي كده بالشكل دي فرخة هاشوّحها عشان أحافظ على المعادن والفيتامينات اللي موجودة في الفراخ. أنا عايزة أقفّل الأنسجة خالص، مش عايزة أي معدن ولا فيتامين من الفراخ ينزل. طبعًا الفراخ بتحتوي على بروتينات وبتحتوي على فيتامين B6 وكمان السيلينيوم، فأنا هاقفّل على الحاجات دي كلّها عشان أكسر ريحة الزفارة اللي موجودة في الفراخ، وفي نفس الوقت كمان أستفاد من الفراخ بتاعتي، من المعادن والفيتامينات اللي موجودة فيها. حضّرت بقى التوابل بتاعتي، القرفة وزنجبيل وفلفل أسمر وورق لورا وقرنفل وحبهان. هاحط الحاجات دي كلها على الفراخ كده واشوحها بيها الخطوة ديّة بتخلّي ريحة الفراخ خطيرة. في التشويحة مع السمنة البلدي بتبقى جميلة جدًا بالشكل ده كده، ريحة التوابل بتبقى جميلة مع الفراخ. كده هاشوحها بقى واقلبها على الناحية التانية، عايزاها تاخد اللون الأصفر، أنا عايزاها كده الأنسجة بتاعتها تتقفل تمامًا. كمان المرحلة ديّة الخطوة ديّة بتخلّي الفراخ ريحتها خطيرة. كده شايفين؟ جميلة بصراحة، والريحة طالعة جميلة خالص، خالص كأننا عاملين فراخ بلدي مش فراخ بيضة. بالشكل ده واللون ده كده هاقلبها بقى لمّا توصل للمرحلة دي واللون الأصفر ده كده بالشكل ده. كل ده على نار عالية، أنا ما باوطّيش النار خالص. لو وطّيت النار الفيتامينات اللي موجودة في الفراخ والمعادن هتنزل بقى وتنزّل مَيّة، وأنا مش عايزاها توصل للمرحلة دي كده، أنا عايزاها كده بالشكل ده كده. كده الفراخ بتاعتي بقى اتشوّحت تمامًا، هابدأ أطلّعها من الصينية بقى كده. هاطلّعها من الصينية عشان أشوّح بقية المكونات بتاعتي في نفس الزيت والسمنة دول اللي واخدين من طعم وريحة الفراخ، بتبقى بتخلّي تشويحة البطاطس والمكونات التانية جميلة بصراحة. هاطلّع كده كل الحاجات دي وسايبة التوابل برضه بتاعتي اللورا والحبهان والقرنفل، هاشوّح بيهم الخضار بتاعي بقى، البطاطس والفلفل اللي موجودين معايا والبصل. كده امسك حاجه حاجه بقى اشوحها. هبدا اول حاجه بالبطاطس والبصل الاتنين مع بعض، هديهم تشويحه كده واقلبهم كويس قوي كده في الصينيه. وبعد كده هحط الفلفل بتاعي الالوان والفلفل الاخضر، الشطه والحاجات دي كلها، وهحط عليهم شويه توابل كده، قرفه وزنجبيل وفلفل اسمر برضو من التوابل اللي كانت باقيه معايا كده بالشكل دوت. واشوح الحاجات دي كلها على بعضها. لو عايزه تشوحي حاجه حاجه ماشي، بس الطريقه دي اسهل، انك تحطي الحاجات كلها على بعضها وتشوحيها، بتاخد من طعم وريحة الفراخ، بتبقى جميلة قوي بصراحة كده بالشكل دوت. بتسهل كمان عملية التسوية، ما بتاخدش تسوية مني كتير كده بالشكل دوت. قلبي وشوحي على قد ما تقدري خالص لحد ما لاقيش اي مية نازلة من البصل ولا مية من البطاطس بالشكل ده كده. شايفين اللمعة والتشويحة؟ بصراحة البطاطس مع الحاجات ديت كانت ريحتها خطيرة، جميلة كده بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ احط عليها الفراخ بقى بتاعتي المتشوحة، ريحتها جميلة بصراحة. هحطها على الوش كده بالشكل ده. طبعا صينية الفراخ بالبطاطس ديت ما خدتش ساعة ونص على بعض، وكانت جميلة بصراحة. حطيت الفراخ كده بالشكل دوت، وهبدأ اقفلها بقى بالفويل وادخلها الفرن على اعلى درجة حرارة اول نص ساعة، وبعد كده هوطي خالص واسيبها تستوي براحتها. وفي الاخر بعد ما تستوي هشيل الفويل بقى واخليها تتحمر اخر تحميرة. انا عايزة البطاطس بتاعتي ما تبقاش ناشفة قوي وتبقى جوسي كده، حاجة بسيطة. هحط عليها بقى الطماطم بتديها نكهة جميلة قوي برضو مع البصل والبطاطس، لكن انا مشوحش الطماطم، بسيبها كده عشان ما تتهريش مني بالشكل ده كده. صينية البطاطس بتاعتنا بالفراخ اصبحت جاهزة كده بالشكل ده. هحط عليها بقى شوية مية سخنين كده بيغلوا عشان يسهل عملية التسوية معايا بالشكل ده. انا بحب اسوي الاكل على نار هادية، فاول حاجة بعلي عليه حاجة بسيطة بس تغلي غلوتين، وبعد كده بوطي بقى واسيبها تستوي بنار هادية خالص. فانا قفلت بالفويل كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، واحطها في الفرن بقى على درجة حرارة 180. مش هولع الشواية دلوقتي، حطيتها كده في الفرن ساعة ونص، اول نص ساعة، وبعد كده بوطي عليها واسيبها تستوي على نار هادية خالص. وبعد كده لما استوت حطيتها في الشواية بقى. وده شكل البطاطس والفراخ بتاعنا بعد ما استوت بقى وحمرتها على الشواية بالشكل ده. البطاطس جميلة خالص، جوسي وفي نفس الوقت مش ناشفة قوي، وجميلة وطعمها جميل، وشايفين لونها بيلمع ازاي. والفراخ بتاعتي كانت مستوية جدا ومهرية خالص، وفي نفس الوقت
الورك ماسك نفسه كده، والفراخ ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت تيجي تاكليها تلاقيها دايبة دوب. شايفين؟ الله على الطعامة، جميلة ودايبة ولونها جميل وعاملة ازاي. والله شكل الفراخ البلدي بالظبط طعمها كان جميل. لو عجبكم بقى صينية البطاطس بتاعتنا متنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.